تعالوا نعمل مع بعض النهاردة تورتاية سهلة وبسيطة من صاج 30 في 40. ما شاء الله خرج لي تورتاية حجمها حلو جدا. ومش بس كده، كمان بواقي الكيك اللي هتخرج من الصاج تقدري تستغليها انك تعملي كبات او تدخليها في اي وصفة تانية. وبجد الوصفة دي مهما دفعتي فيها هتكون ارخص بكتير من بره، لان التورتاية دي بالحجم ده ممكن تعمل 150 وازيد كمان. طبعا حسب الخامات اللي الحلواني بيستخدمها، الكريم شانتيه بيكون غير الكريمة اللباني او كريمة الخفق التانية. طيب ليه؟ أنتِ ممكن تشتري الخامات أو هي لو متوفرة عندِك في البيت، وهتوفّر معاكِ كتير، وهتقدري تعملي بيها تورتتين و3 تفرّحي ولادِك بيهم. إن شاء الله تتابعي معايا الوصفة وتعجبِك. نسمي الله ونبدأ الوصفة. أول حاجة أنا احتجت عشان أعمل التورتاية السبونج الجاهز. والصاج ال30 في 40 بيحتاج ربع كيلو من السبونج الجاهز، يعني 250 جرام. بس أنا استخدمت هنا 350 جرام علشان عايزة حجم الكيك يكون عالي. وما دهنتش الصاج أي حاجة، أنا حطيت بس هنا ورقة زبدة. أخدت 350 جرام من السبونج الجاهز الشوكولاتة، حطيت عليه 4 بيضات ونص كوباية مَيّة ومعلقة صغيرة من محسن الكيك ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وضربتهم كلّهم في العجان ونزّلته كده عليه في الصاج، وابتديت اللي أنا أوزّعه بالشكل ده. طبعًا الإسفنج الجاهز بيكون فيه محسِّن كيك وبيكون فيه كل حاجة، أنتِ بتضربيه بس كده بالبيض. لكن أنا زوّدت معلقة صغيرة من الفانيليا ومحسِّن الكيك عشان عايزة أحصل على أفضل نتيجة، ومش عايزة حاجة تفاجئني، يعني ما يبقى ريحته زفارة أو أي حاجة. فما جراش حاجة إن أنتِ تزوّدي بس عليه الفانيليا ومحسِّن الكيك عشان يعلى معاكِ، بس هو مش هيعلى أكتر من سُمك الصاج اللي عندِك. أنا سخّنت الفرن وأنا باعمل الكيك وحطيته على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النُص. قعد معايا بالضبط ربع ساعة. هتطلّعيه بقى، هتقشّري كده الطبقة اللي فوق وهتقطّعيه بالقطّاعة اللي عندِك حسب الحجم الكيك اللي أنتِ عايزاه. طبعًا صاج 30 في 40 ممكن يطلّع معاكِ تورتاية من أول 19 لحد 24. ده حجم كده حجم الكيكاية اللي طلعت معايا. وطبعًا بواقي الكيك استغلّيتها وعملتها في وصفة تانية هانزّلها لكم قريب إن شاء الله. نيجي بقى هنا للكريمة. أنا هنا مستخدمة الكريم شانتيه، استخدمت الكريم الشانتيه الخام. وطبعًا أهم حاجة اللي أنتِ تضربيه بالمَيّة الساقعة، وزوّدت عليه هنا معلقتين كبار من الشوكولاتة السايحة، علشان طبعًا يكون بالشوكولاتة وعلشان كمان الكريم شانتيه يشد معاكِ. وهتبدئي اللي أنتِ توزّعي الكريمة على طبقات الكيك. هنا الكيك بتاعي أنا 3 طبقات. وطبعًا في أي تورتاية المفترض إنها بتكون من 3 طبقات ل4، بس أنا هنا عملت 3 طبقات. وكمان زي ما قُلت لكم إن أنا استخدمت 350 جرام، فكانت الطبقات بتاعتي عالية شوية. وبعد ما خلّصت بقى كل الكريمة بتاعتي حطيتها في التلاجة علشان تشد. وبعد كده هاغطّيها بالنوتيلا. أنا استخدمت نوع نوتيلا دوّة، نوع كويس جدًا وسعره مش عالي. سعره 65 جنيه النُص كيلو، وبيقعد معاكِ فترة كبيرة. زوّدت بقى هنا عليه معلقة زيت وكمان معلقة صغيرة من جيلي الشوكولاتة علشان كده تاخد لون معايا وتكون بتلمع. وبعد كده جلّست بقى بيها التورتاية وحطيتها تاني في التلاجة عشان تتماسك. قعدت معايا كده ربع ساعة. وفي الآخر خالص نزلت عليها هنا بجيلي الشوكولاتة كده من فوق. جيلي الشوكولاتة ده بيشتري من عند مستلزمات الحلواني. الكيس بيكون حوالي ربع كيلو وبيقعد معاكِ فترة كبيرة جدًا، يعني مجرد منه كده معلقتين بيدّيكِ شكل حلو. طبعًا بيكون طعمه شوكولاتة وطعمه كده ولونه بيكون لامع. بعد كده جِبت كرات الشوكولاتة زوّقت بيها الكيكاية كده من فوق. وفي الآخر خالص ولادي كانوا حابين اللي هو الآيس كريم دوّة الصغير. طبعًا ده برضه بيشترى من مستلزمات الحلواني. تقدري بقى تزوّقيها وتعملي الfinish الأخير زي ما أنتِ حابة، تكتفي بشكلها كده. بجد طعمها حلو أوي، والخامات اللي أنا اشتريتها فضلت معايا. إن شاء الله الوصفة دي تعجبِك. دوسوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، وتكتبوا لي تعليق محفز حتى لو كان بكلمة واحدة، علشان هو ده اللي هيرفع الفيديو. واستنوني في فيديو تاني إن شاء الله.